السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى مملحين بقى السردين معانا، حاجة جميلة قوي، تحفة بطريقة جميلة، مش هينشف مننا ويبقى زي الزبدة بالظبط. شايفين الجمال؟ ولونه وردي وجميل وطعمه خرافة، والملح بتاعه مظبوط، هيعجبكم قوي. تعالوا بقى شوفوا الطريقة. هنقول بسم الله يا حبايبي. معانا هنا السردين، بسم الله. هنفضيه كده، لازم نغسله كويس طبعا من الدم بقى اللي هو فيه واي حاجه تكون عليه بقى. كده خلاص غسلنا السردين كويس وحطيناه كده بقى في المصفى. سيبنا الراس تحت كده والديل من فوق على اساس يصفي الميه اللي فيه، ونتاكد ان الميه بتاعته نشفت تماما. ولازم نسيبه بقى من ساعه لساعتين كده يا حبايبي عشان يكون اتاكدنا ان هو نشف تماما من الميه. ونحطه في التلاجة عشان الجو بقى حرر دلوقتي، فنسيبه بقى في التلاجة. كده بقى بعد ساعتين خلاص السردين صفى الميه بتاعته خالص، اتاكدنا ان هو نشف. اهم حاجه الخطوه دي يا حبايبي. هنجيب بقى مناديل المطبخ كده برضو عشان نتاكد ان هو مفيش فيه ميه خالص. لازم ايه، يتكي كده على الدماغ بتاعه. هنعمله ونرجع لكم يا حبايبي. هنقول بسم الله يا حبايبي. معانا هنا بقى الملح الخشن. معانا هنا مقدار 5 معالق كبار. بسم الله. ده ملح بحري خشن. لو متاح يا حبايبي ممكن الملح العادي، مش لازم الخشن يعني، بس يفضل الملح الخشن. ومعانا هنا بقى معلقه كركم كبيره ننزل بيها، ومعلقه شطه، طبعا دي كمواد حافظه بتدي طعم جميل جدا للسردين. ومعانا هنا بقى معلقتين ملح برضو من ناعم. هنخلطهم على بعض. هنا بقى مجهزين معانا ممكن برطمان او علبه زي دي كده، تكون طبعا نضيفه وتكون جافه. معانا هنا كيس تلاجة، نحطه بقى في العلبه كده. ونفرش ارضيه من الملح والخليط اللي احنا عملناه. ونجيب كده الايه، السردين، ونحط في الخياشيم بتاعه. ونرصصه كده يا حبايبي في العلبه. هنفرش بس الارضيه الاولانيه بالسردين كده، نغطيها الاول بالسردين او الراق. كده ضفنا اول رق من السردين معانا. هنرش عليه برضو ايه، رشه من خليط الملح اللي احنا عاملينه.
الرق التاني بقى احنا عملنا الراس الجادي كده، هنعمل العكس بقى، هنخلي الراس الرق التاني الراس عند الديل. وهنخلص ونرجع لكم. كده خلاص خلصنا راس السردين. هنرش الاخر بقى طبقه اخيره من الملح عليه. خلاص غطينا وشه كده بالملح الخلطه اللي احنا عاملينها على الوش. ونطلع بقى نفرغ الهواء من الكيس. طبعا الكيس ليه فايده يا حبايبي عشان ما يدخلش الهواء، والهواء طبعا هو اللي بيعمل الايه البكتيريا. نتاكد ان ايه مفيش اي هواء خالص، ونربط معانا الكيس كده. ربطناه كويس كده. بقى هتاكلوا احلى سردين مملح، حاجه نضيفه كده على ايدينا مضمونه. هنغطيه كويس بقى ونركنه حتى تكون ايه، نركنه بقى في المطبخ كده. خلاص يا حبايبي قفلنا بقى عليه، وهنسيبه لمده اسبوع ونرجع لكم. خلاص يا حبايبي بعد 6 ايام هنفتح عليه. بسم الله ما شاء الله. ريحته حلوه، مفيش اي ريحه، مفيش اي روايح تكون نفاذه او اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. شايفين الجمال يا حبايبي؟ حاجه نضيفه كده على ايدينا وهنوفر كتير. شايفين الجمال يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله. نطفي كده معاكم نفتحها. استووا جميل زي الزبده. شايفين الجمال؟ بتنضف بكل سهوله. شايفين يا حبايبي؟ زي الزبده بالظبط، ريحته تحفه وطعمه جميل جدا وملحه مظبوط. شايفين الجمال؟ حابين بقى تنضفوه كله يا حبايبي، او ممكن نغسله ونحطه في اكياس الفريزر، او عاوزين تنضفوه نحط عليه زيت وليمون ونحطه في التلاجة. هنفتح واحده قدامكم برضو كده. السردين طبعا ما بيطولش في التحديق بتاعه، بيقعدش زي الفسيخ كده، هو بالكتير خالص بيقعد من 6 ايام لاسبوع وبيتاكل منه يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ لونه احمر وردي ازاي ومستوي وجميل. بسم الله ما شاء الله. شايفين اللحمه بتطلع بكل سهوله عشان مستويه وجميله. بسم الله ما شاء الله.
كده خلاص عملنا نضفنا على قد الكميه بتاعتنا دلوقتي يا حبايبي، وحطينا شرايح الليمون كده بقى كده. نضفنا على قد اللي احنا ايه هناكله دلوقتي يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، شكله يفتح النفس، حاجه كده جميله جدا. قطعنا بقى شرايح الليمون كده عليه، نحط عليه بقى الزيت. بسم الله ما شاء الله، تحفه بجد. يلا اعملوه يا حبايبي، هيعجبكم قوي، حاجه تنفع في البيت. غسلنا كله بقى وهننضفه كله. ودوت يا حبايبي بقى ايه عملناه عشان نصور. شايفين الجمال؟ حاجه تفتح النفس كده، حاجه تبقى في البيت موجوده لاي وقت، لغدا كده على طول، حاجه تبقى سريعه وجاهزه، وحاجه نضيفه على ايدينا، ونوفر طبعا كتير. يا رب يعجبكم يا حبايبي. اشتركوا بقى في القناه وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.